لك ان تتخيل ان اللعيبه اللي لعبت ماتش بيراميدز والزمالك هم تقريبا اغلى لعيبه في مصر مع الاهلي، بياخدوا رواتب واعلى عقود. لك ان تتخيل ان المنظر اللي شفته ده، واللعيبه دي اعلى رواتب مش في مصر، تقريبا في افريقيا، تقريبا في افريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصر في اسيست بيبو. الزمالك بيتعادل مع بيراميدز وهو في اشد الحوجه للثلاث نقط. الزمالك هو اشد الحوجه للثلاث نقط، وبيراميدز كذلك. طب هل شفنا ده في الملعب؟ والله ابدا. ولا شفنا واحد عايز يهاجم، ولا شفنا حد عايز يكسب. شفنا ناس بتلعب ايه، بتقضي ماتش وخلاص عشان عندها ايه، فيلم بالليل عايزين يروحوا، سواء مدرب ولا لاعبين. اللعيبه عايزه تخلص الماتش كده، يعني ايه، تقسيمه كده، مرر يا ابني مرر يا ابني، عشان نخلص الساعتين الحجز ونتكل على الله. ده اللي احنا شفناه. غريبه، غريبه والله. اللي يغيظك ان دول اغلى لعيبه في مصر، اللي كان في الملعب دول اغلى لعيبه في مصر. شوف التشكيل: عم فريرا اللي عايز يمشي ومستني الزمالك هو اللي يمشيه. هي كده، هي كده. فريرا لعب بمحمد صبحي ودي حاجه كويسه عشان عواد يريح شويه، وصبحي اللي هو حارس جيد جدا جدا نشوفه. لعب بقى ب 4-3-3. فانا مش فاهم فريرا، يعني هو بيرقص اللعيبه ولا بيرقص الجمهور ولا بيرقص نفسه؟ انت عندك مشاكل فنيه جوه الفرقه، اثبت على خطه، اثبت على تشكيل. مش تشكيل يا عم، بس اثبت على شكل خطه بتلعب بيه عشان اللعيبه تساعدك وتحفظه. لكن انت لما بتعمل كده، طب ما اللعيبه مستني ايه من اللعيبه؟ مره تلعب ب 3-4-3، مره تلعب ب 4-3-3، مره تلعب ب 4-2-3-1. ثبت شكلك، ثبت كده كده. على فكره اي خطه بتترص في الملعب بينزل بيبقى ليها حاجه تانية، بس انت في اساس. يعني مثلا الاساس اللي بيلعب بخمسه ورا ده اساس، اللي بيلعب باربعه ورا ده اساس، اللي بيلعب بثلاثه ورا ده اساس. ففي اساس، غير لما ننزل الملعب بيبقى فيه تحركات، الخطه بتتحول جوه الملعب. لكن 4-3-3 لعب بمحمد صبحي قلنا، المسلوسي باك رايت، محمد عبد الشافي باك ليفت، اتنين قلوب دفاع حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني، ثلاثة نص ملعب. دونجا، تقريبا دونجا في عقده ان هو يلعب اساسي لحد ما يموت او لحد ما يتصاب تقريبا يعني. وسيف فاروق جعفر ورؤى. على اليمين زيزو، على الشمال مصطفى شلبي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري. ده تشكيل الزمالك. معانا تشكيل بيراميدز. بيراميدز لعب بيه 4-3-2-1. 4-3-2-1. في قلب الملعب اللي كان بيتقدم شويه محمود صابر، محمود صابر، لكن هي كانت 4-3-3 صريحه. وده اثر على الشكل الهجومي بنسبه كبيره جدا لبيراميدز. رمضان صبحي اثر النهارده جامد جدا جدا جدا، لان عم باتشيكو لعب بعبد الله السعيد شويه جناح شمال، مش شويه واغلب الماتش باك، مش باك، جناح شمال، اسف، جناح شمال. فهل واحد بالسن ده ينفع يلعب جناح؟ فبرضه يعني عندك باتشيكو على الجبهه الثانيه بيزايد، يعني ايه، بيزايد على فريرا. انت بتقدم عبط، انا هقدم عبط اكتر منك، لازم نزايد على بعض. وده ادى للشكل اللي احنا شفناه امبارح. اتنين يعني بينافسوا بعض في قمه انتوا عارفين. تشكيل بيراميدز: احمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي باك رايت، محمد حمدي اللي بالنسبه لي من افضل اللعيبه في الماتش، افضل اللعيبه محمد حمدي. اتنين قلوب دفاع: علي جبر و اسامه جلال. ثلاثه نص ملعب: توريه لعيب عظيم جدا جدا، ومع ذلك ما كانش في احسن حالاته امبارح، لكن وهو سيء جامد، وهو سيء جامد. توريه ودونجا اسوأ لاعب في بيراميدز، ومحمود صابر. محمود صابر هو اللي كان بيتقدم شويه لقدام. على اليمين مصطفى فتحي، على الشمال عبد الله السعيد، وقدام مهاجم فخر الدين بن يوسف. مهاجم تعبان جدا يا جماعه بصراحه. ده كان تشكيل بيراميدز. بيراميدز لو كان رمضان صبحي معاه النهارده كان بنسبه كبيره ممكن الزمالك، ممكن البيراميدز يكسب بنسبه كبيره. كان ممكن بيراميدز يكسب. الحته الشمال دي، تخيل الحته الشمال دي وعبد الله في النص،
يعني اقول ايه بس، حتى باتشيكو مش مجهز جناح تاني يبدا بيه. يعني كان ابراهيم عادل بدا، كان بدا ابراهيم عادل، كنت هتشوف شكل مختلف خالص على فكره. كان سحب واحد من نص ملعب. يعني انت اصلا الزمالك ما بيضغطش، الزمالك ما عندوش لعيبه بتضغط وبتلعبك لعب حلو كده وبتاع، ما فيش اللعيبه دي. فانت خايف من ايه؟ بتلعب ليه بثلاثه؟ مع ان توريه ده، يعني هو في ثلاثه في نص الملعب. توريه في الخريطه الحراريه بتاع تحرك اللاعبين اتحرك في كل حته في نص الملعب، هنا وهنا. يعني من ال 18 بتاع بيراميدز لل 18 بتاع الزمالك، توريه اتحرك في كل المساحه دي. تخيل. في الخريطه الحراريه لعبد الله السعيد، عبد الله اللي هو اكبر لاعب في الملعب، اكبر لاعب في الملعب، بيتحرك في كل حته، في الجزء الهجومي اكتر كمان، يمين وشمال. كان ماتش بصراحه ما كيفنيش، ماتش سيء جدا جدا جدا. الزمالك ولا عارف يضغط، ولا عارف يستحوذ، ولا عارف يلعب عرضيات، ولا عارف يتحرك. كان يعني الى حد ما افضل لاعب في الزمالك زيزو في الهجوم. في الهجوم كان افضل لاعب زيزو. زيزو عمل هجمه مرتده، ده بتبين لك ان الراجل ده بيحاول يعمل اللي عليه. كانت الشوط الاول كانت فيه ركنيه لبيراميدز، واتردت من على الطرف كده لزيزو، هنشوفها بالصور. زيزو فضل منطلق من اول الركنيه، يعني اتلعبت الركنيه من عند ال 18 بتاع الزمالك لحد المرمى بتاع بيراميدز، ومفيش لعيب بيجري تاني مع زيزو عشان زيزو يعرضها له. مصطفى شلبي مفيش. سيف الدين الجزيري اللي هو المفروض دوره اللي هو يجري مع زيزو كده على اتجاه واحد كده يبقى اسرع، المفروض هو يعني زيزو بيجري بالكوره، فانت من غير كوره اسرع، دي معروفه. اللي بيجري بالكوره ابطا من اللي من غير كوره، دي معروفه في كل حته في الدنيا. لكن طبعا زيزو كان اسرع من اللي معهوش الكوره، واسرع من لعيبه بيراميدز، وراح ما لقاش حد، فطبعا قعد يتعطل فيها لحد ما اتلعبت عرضيه اي كلام. فطبعا انا مش شايف الزمالك بيأدي جمل، مش شايف الزمالك بيذاكر المنافسين. يعني انت مثلا شايف يا عم فيريرا، بيراميدز مكسور الجناح، مكسور الجناح حرفيا يعني. ما عندوش رمضان صبحي، ما عندوش حد يخترق من ناحيه الشمال، ما عندوش. طب حاطط ليه 3 نص ملعب؟ كنت اسحب واحد والعب. تسحب بقى رؤى، تسحب دونجا، واحد من الاثنين، سيف فاروق جعفر. تسحب واحد وزود قدام، حط صانع العاب قدام، هيبقى الشكل هيختلف خالص. حتى اللعيبه حتى هتعرف تبدع وتلاقي بعض يعني. رصه اللعيبه دي لما يكون مهاجم تحته ثلاثه، الرصه دي لوحدها كفيله انها تخلي اللعب كويس بين اللاعبين. طبعا عمرو فيريرا عمل ايه في التغييرات؟ مفيش اي اضافه، هو لاعب مكان لاعب، ما عندكش اي اضافه. طبعا التغيير الملحوظ بتاع احمد فتحي في بيراميدز، الراجل يعني نص الشوط الاول ومطلعه، فانا قلت مصاب، مصاب. فجاء بعد كده قال لك لا ده واخد انذار، فانا خفت عليه لا ايه ياخد التاني ويتطرد. احنا هنهزر؟ هو في لعيب بياخد انذار في اول ربع ساعه 10 دقايق بيطلع في الدقيقه 30؟ فطبعا احمد فتحي حاسس كده ان هو يعني ايه، عايزينه يمشي او يعتزل وهو اللي ماسك، هو اللي ماسك. لان يعني اللي بيحصل معاه ده حاجه مش كويسه بصراحه يعني. تغييرات عمنا فيريرا، عمنا فيريرا طلع بين الشوطين عبد الشافي ونزل ابو الفتوح. برضه مش عارف ده اصابه ولا حاجه تانية، لان احمد فتوح ما اضافش، ما اضافش. بس هو اكيد اكيد عشان مصطفى فتحي، مصطفى فتحي كان متحرك في الحته دي وبيجري كتير بدون خطوره. مصطفى فتحي كان بيجري كتير ومفرهد الجبهه دي بدون اي خطوره، يعني ولا عمل عرضيه خطيره، ولا عمل تسديده خطيره، ولا عمل مهاره كده ودخل راوغ وعمل حاجه خطيره، لكن كان مفرهد الحته دي جري. فممكن يكون التبديله دي عشان كده. ماشي ماشي، تمشي وماشي الدنيا. الدقيقه 62 طلع
سيف فاروق جعفر والجزيري، ونزل منسي واحمد بالحاج. مقبول، مقبول جدا. احمد بالحاج لعيب كويس جدا، لكن في الزمالك لسه ما عملش اي حاجه. وناصر منسي لعيب كويس، احسن من الجزيري عموما. لا، عموما لا، الجزيري افضل، لا عموما. لكن الفتره دي الجزيري رايح في 60 داهيه، الجزيري رايح في 60 داهيه، فمقبوله. جه في الاخر طلع مصطفى شلبي ونزل يوسف اسامه نبيه. مصطفى شلبي شايف فيه يعني كام صفحه زملكاويه تقول لك ده عمل ماتش عمره، ده عمل ايه يا جماعه؟ عمل ايه يا جماعه؟ احنا هنهزر؟ طب انت بالله عليك اللي بتقول لي مصطفى شلبي عمل حاجات كويسه، قول لي عمل كام تسديده خطيره في الماتش؟ مش هتلاقي. قول لي عمل كام مراوغه صحيحه وعدى بيها وعمل هجمه خطيره كام مره؟ فانا عن نفسي ما شفتش مصطفى شلبي عمل اي حاجه مفيده، ولا هو ولا ده سيف الجزيري النهارده يا جماعه مضحك جدا جدا جدا. ده في الشوط الاول كانت هجمتين لو اتلعبوا كويس او صح، كويس او صح، كان الزمالك ممكن يكسب مستريح. الجزيري مش عارف يجري بالكوره يا جماعه، مش عارف يجري بالكوره، بيقع بيها. الجزيري بيقع بالكوره. زيزو النهارده يعني هو كويس، هو افضل الوحشين يعني. زيزو بالمختصر كده هو افضل الوحشين. خش على بيراميدز وتغييراته. الراجل نزل محمود صابر مكان لا، نزل ابراهيم عادل مكان محمود صابر. ابراهيم عادل مكان محمود صابر. ونزل لاكاي مكان فخر الدين. مفيش فرق بصراحه يعني. بيراميدز على الفلوس اللي فيه دي، ده بقى اللي يجيب لعيب مفروض فلوسه حاضره، يجيب لعيب جامد. يدفع 4 مليون 5 مليون يجيب لعيب، يجيب لك لعيب جامد. لا، بيراميدز يعني ايه، ماشي مع الاهلي والزمالك. انتوا بتجيبوا لعيبه تعبانه محترفين، والله ما يحصل. والله انافسكم واجيب لعيبه اتعب. طلع محمود عبد العاطي كان اقل لاعب في الماتش وينزل وليد الكارتي، وطلع اسامه جلال ونزل احمد سامي. استفاد بالخمس تغييرات على الاقل يعني. انما فريرا وقف عند الاربعه. طب يعني هو ايه؟ 0-0 اساسا. حاول تعمل حاجه، حاول محاوله. انا اهلي او زمالك المفروض اما اكون 0-0 وعدت الدقيقه 80، لا احاول اكسب. خصوصا ان بيراميدز ما عندوش رمضان صبحي، الراجل ما بداش بابراهيم عادل. فيعني بيراميدز اللي هو ايه، مش شرس هجوميا، ده كان بيلعب بثلاثه في نص ملعب. يعني هو يعني بيراميدز خايف من الزمالك ولعبه بدونجا وتوريه وجنبهم محمود صابر. كان الراجل ده كان بينزل معاه وبيدافع فثلاثه. فبيراميدز خايف منك انت كمدرب، شايف فرقه خايفه وعايز تكسب عشان تفوق. والله يا جماعه انا اللي انا شايفه فيريرا عايز يمشي، لكن عايز الزمالك يمشيه وياخد بيع عقده. ده اللي واضح. يعني عمل 4 تغييرات اللي هو بصوا ايه الروتيني، واحد مكان واحد. الجزيري منسي، سيف بالحاج، عبد الشافي فت... بص لعب فينك انت كمدرب؟ اقف كده اتفرج. ده بيراميدز عنده مشكله هنا. يبقى انا هسحب واحد عندي من تحت واحطه فوق في الحته اللي فيها مشكله في بيراميدز. فكر يا عم، فكر يا عم، في ايه مالك يا عم؟ غريب. معانا شويه صور عايزين نشوفها مع بعض ونرجع ندردش مع بعض تاني ونشوف لعيبتنا بتعمل ايه والمدربين بيفهموا اللعيبه ايه واللعيبه لوحدها بتعمل ايه. تعالوا نشوف. طب تعالوا نشوف يا جماعه الانطلاقه دي بتاعت زيزو، الراجل انطلق فيها ازاي وعمل مجهود خرافي، لكن فرقته ما بتقدرش المجهود ده. الجزيري وشلبي المفروض تبقى جاري معاه على نفس الخط ده، المفروض تجري معاه على نفس الخط ده. عمل مجهود خرافي وانطلق وبالكوره، يعني هو بالكوره اسرع من لعيبه الزمالك وبيراميدز. وده يوريك الفروقات لما يكون عندك لاعب جيد اللي حواليه منه بيبقوا عاملين ازاي. شوف الجزيري وشلبي فين يا جماعه، قربوا منه يا جماعه، قربوا منه، افتحوا له لعب. المفروض هناك على البعيده يبقى شلبي.
جاي متأخر جدا جدا بعد ما كانت اتلعبت عرضية وحشة وضاعت. هو ده مستوى اللعيبة على فكرة. شلبي ده اللي عقده قد كده، ها، هو ده مستوى اللعيبة. والله الفلوس ده حرام، حرام. شوف هنا توريه ظهره للملعب ازاي، بص، في ثانية بقى وشه للملعب. استلام استلام. كرة القدم تسليم وتسلم بنسبة كبيرة جدا، قايمة على كده، تسليم وتسلم. وبتمريرة واحدة، بصوا، استلم وبيسلم تمريرة واحدة، عمل لقطة خطيرة. هنا فين المهاجم يا جماعة؟ فين المهاجم هنا؟ فخر الدين ده راح فين؟ غريب، غريب والله، كلام غريب. شوف هنا لعيبة بيراميدز والزمالك، لعيبة بيراميدز ما بتتحركش ولعيبة الزمالك ما بتضغطش. نقف بقى، نجيب ترمس ونقف بقى. هنا توريه والتمرير الخطأ، بالرغم ان هو اخطأ لكن من افضل اللعيبة. بصوا، كرة خطيرة جدا تترد بهدف دي، تترد بهدف لو مع مهاجم تاني او مهاجمين تانيين غير الدوري المصري. بصوا، حطه قدامك واجري، حطه قدامك كده، جريها قدامك 4 5 متر واجري. لكن كلنا عارفين سيف الدين الجزيري على باب الله. هنا شلبي عمل اللي عليه، هنا شلبي عمل اللي عليه، بيلم واحد لواحد وبيلعب عرضية على البعيدة جميلة، لكن مفيش حد داخل بقوة من الجبهة دي، سواء زيزو أو المسلوسي. هو وضع اللعبة الفنية كده على فكرة، اللي يجي من الحتة دي من الاتجاه ده يا زيزو يا المسلوسي. شايفين؟ خلاص ضاعت خلاص. عرضية عبد الله السعيد دوا، دوا، زي علي معلول في الأهلي، اللي ينفخ فيها هدف، لكن ما عندناش حد بيعمل. اوف. توريه والتمرير الجيد، شوف توريه فين وعبد الله فين، مفيش حد يمرر له يعني، لكن بص الرؤية. شايفين؟ حيا عبد الله، يعني حيا، خلى عبد الله يحيى هجمة. طب هنا رؤية عبد الله، شوف فخر الدين يا جماعة واقف فين، وسط ثلاثة، لكن عبد الله لعبها له ازاي؟ مكانه، يعني تقريبا ما اتحركش مكانه. شايفين؟ ده لاعب بحجم قيمة عبد الله هو بس اللي يعمل كده، بيعرف من نظرة واحدة يرفع عينه قدامه يكشف الملعب كله. التمرير مصطفى فتحي ولا عايز يمرر، ولا فخر الدين قدام عايز يتحرك. مأساة، مأساة. أغلى لعيبة في مصر، مأساة حرفيا يعني. هنا ركنية، لعيبة بيراميدز بتنط عشان تلعب الكورة، طب لعيبة الزمالك ما بتنطش ليه؟ في حاجة عندهم لا قدر الله يعني؟ ما تطلع يا جدع معاه، التحم معاه في الهوا. شلبي، هنا شلبي ده برضو الفلوس الحرام. اغمز الكورة بوش رجلك اليمين، بوش رجلك اليمين اغمز الكورة، هتعمل هجمة خطيرة، او ببطن رجلك الشمال ريحها كده شوية للجزيري، برضو هجمة خطيرة، لكن انت عايز تقع وتعمل اللقطة دي للأسف يعني. هنا شوف عبد الله وتحركاته ايجابية جدا، بصوا كان يمين بقى شمال، بيعمل 1 2 مع صابر ويخش يحط تسديدة. لكن بصوا يا جماعة عبد الله، هنا طبعا صابر اهو، تسديدة، وحسام عبد المجيد الأروع بيعمل بلوك قوي جدا جدا وحلو، بلوك قوي وحلو الحقيقة يعني. شوف عبد الله والتحرك على الكورة وهي ميتة، ما بيعملهاش لعيبة عندها 20 سنة، كورة ميتة لكن هو بيجري عليها، ولعيبة الزمالك مش متوقعة الجري ده، ومحمد صبحي راح ورجع وبيحييها. هنا لعيبة بيراميدز بتضغط ضغط عالي، ابراهيم عادل ومش قادر يستلم، برضه مش هتجنن لوحدي، لعيب كانوا البيراميدز عايز فيه 40 و50 مليون، مش عارف يستلم كوره يا جماعه، استلام والله العظيم، ناشئين يعني بره في اوروبا، الف به كوره استلم، بعدين ما استلمتش مش هتطلع همشيك، استلم. علي جبر والعقليه، العقليه دي بقى بتاعت ايه من عند ربنا، انت دماغك مودياك فين؟ كوره ميته، كوره ميته، ليه بتتزحلق عليها وممكن اللاعب يتصاب وانت تاخد انذار؟ ليه كل ده؟ مصطفى فتحي واحد على واحد، امهر اللاعبين الموجودين اللي هم في الملعب، امهر اللعيبه الموجوده في الملعب،
واحد لواحد مش قادر يعدي. دي مصر والكرة بتاعتها. احسن لاعب في مصر زيزو. احسن لاعب في مصر زيزو، مش عارف يعدي واحد لواحد. شلبي والتمرير الخطأ، يا اما يلعب عرضية على البعيدة، يا اما يلعب على قوس ال 18. لكن هو بيعمل ايه؟ بيديها البيراميدز. الله يفتح عليك، فلوس حرام. هنا سيف ما بيتحركش. انت لو اتحركت مؤكد اللي معاك كوره تقريبا رؤى هيديها لك، يديك تمريره. انت فين؟ ما تتحركش. عرضيه سيئه جدا من مصطفى فتحي. دي لو اتلعبت صح بوش رجله الشمال قدام شويه كده جوه ال 18، انفراد. كانت هتعدي عبد الغني، ويبقى اللي جاي من ورا ده سواء لقاي او كارتي كان يبقى انفراد. هنا تسديده من محمد حمدي اللي بالنسبه لي من افضل اللعيبه، من افضل اللعيبه حقيقه يعني. ولكن محمد صبحي حارس ممتاز، وبيتهيألي يقف اساسي كتير. شوف عبد الله كان يمين بقى شمال اهو. عبد الله في الخريطة الحرارية بتاعته متحرك في كل الملعب، كل الملعب، وبيصنع هنا وهنا. شفنا طبعا بالصور في لعيبه ما تستحقش 10% من الفلوس اللي هي بتدفع فيها. بوجهه نظري لعيبه والله العظيم ما تستحق 10% من اللي بيدفع فيها، او من الرواتب اللي هما بيقبضوها. 10% ما يستحقهاش. لعيبه كسوله ما بتتحركش، لعيبه ما بتعرفش تستلم وتسلم، لعيبه عندها لا مبالاه بطريقه رهيبه، لعيبه ما بتسمعش كلام المدربين خالص. في لعيبه ما بتسمعش كلام المدربين خالص. فيعني انا بصراحه شايف الكره المصريه من سيء لاسوأ. الكره المصريه من سيء لاسوأ. إيه، مفيش ماتش تتفرج عليه يعني تيجي تقول ايه مثلا، زي مثلا اهلي وزمالك 3-3 مثلا. يعني ما شفناش ماتش 5-3 حتى بتاع الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت. بيراميدز والزمالك 3-3. ده يعني من الاواخر يعني حاجه، يعني برضو كان في تنافس لكن الاداء مش قوي. الاداء ما كانش قوي قوي، لكن كان في كوره وتنافس وفي رغبه. الماتش بتاع اللي اتلعب ده ما فيهوش اي رغبه في اي حاجه، ولا ان انا اثبت نفسي مثلا. طب هقول لك على حاجه تانية. انت لاعب كره قدم، حلمك ايه؟ الطبيعي لو انا في نادي غير الاهلي والزمالك اوصل الاهلي والزمالك. ده لو انت يعني ايه، ها انت بقى عالي. لا انا عايز اطلع بره مصر احترف. حتى لو في الخليج عندهم الكوره النهارده بتتشاف اكتر من مصر. عندهم الكوره النهارده متطوره اكتر من مصر. فبرضه هتروح لليفل اعلى. برضه هتروح لليفل اعلى. إيه، رحت عايز تروح اوروبا. طب انت بتعمل ايه عشان تروح؟ انت كلاعب، يعني مثلا انا خبير اجنبي وعايز لاعب للمصري كويس، وسمع ان في الزمالك وبيراميدز هيتلعب يوم الجمعه. لا انا حاجه اتفرج بقى. فانا قاعد بتفرج اهو. ايه ده؟ ايه الاداء ده يا؟ طب هو مين نجم الفرقه هنا في الزمالك؟ لاعب اسمه احمد سيد زيزو، سنه تقريبا 26 27 سنه. طب ده سنه كويس ماشي. طب عايزين نبص عليه كده. ايه ده؟ كام تسديده في الماتش؟ طب راهو كام واحد في الماتش؟ طب بيعدي واحد لواحد؟ طب عرضياته ايه؟ ايه ده؟ طب مين سنه صغير في فريق الزمالك ينفعنا مثلا ناخده نربيه بره؟ سنه صغير 24 سنه. ايه؟ سنه صغير 24 سنه؟ هو ده بالنسبه لنا كده. بالنسبه لنا اللاعب الناشئ 24 سنه. لا ده عندنا لاعب لاعب تقيل، لاعب في عز مجده. لا ده عندنا ناس لسه بيبتدي. نتفرج كده مين طب سنه صغير. طب يوسف اسامه نبيه على الدكه. طب نزل. ايه ده؟ ايه ده يا ابني؟ مين تاني؟ سيف فاروق جعفر في نص الملعب. ايه ده؟ اللي بيقولوا سلام عليكم الملعب بيقع. ده فين المدني بتاعه ده؟ ايه ده؟ طب في بيراميدز رمضان صبحي مش موجود. لو كان موجود برضه كنت مش هتشوف الفرق الكبير. انا قاعد بتفرج، انا عايز اخد لعبه ودي اوروبا. انا قاعد بتفرج. ايه ده يا جماعه ده؟ اللي ها
محمد حمدي وما ينفعش، البدني بتاعه قليل شويه، فنياته قليله شويه، لكن يجي منه. طب هل هو في الماتش ده عمل حاجات كتير؟ هو كان من افضل اللعيبه في الماتش، لكن هل هو كان خارق بيثبت للناس ان انا عايز ابقى في حته تانية؟ مفيش. علي جبر تعبان، احمد فتحي او احمد توفيق مفيش. اللي يتبص عليه بجد توريه، ومع ذلك كان في اسوأ حالاته، لكن مميز جدا يتبص عليه، ده الوحيد اللي ممكن يتبص عليه توريه ده. ومع ذلك برضه هو مصري، يعني يليق على الدوري المصري وافريقيا بس. يعني احنا بنقول افضل لاعب عندنا ما ينفعش. مين تاني؟ مصطفى فتحي ده من امهر اللعيبه اللي كانت موجوده مثلا اخر 5 6 سنين. مصطفى فتحي، طب لا يعني اللاعب المهاري ده بيفرق في الماتش جامد. شفته امبارح مصطفى فتحي؟ ها؟ طب انا عايز واحد سامع ان في لاعب مهاري جامد جدا في فريق بيراميدز، اروح ابص عليه كده، ايه ده ولا تسديده ولا عرضيه ولا لم واحد واثنين وفرشهم كده وودى في البعيده؟ ايه ده؟ هو ده افضل لاعب مهاري عندكم؟ ايه ده؟ طب في حاجه غريبه، في لاعب كده عمال يتحرك في كل حته كده، ده لاعب كويس جدا وعنده رؤيه كويسه وبيمرر هنا وهنا وهنا، ده كويس. ده كام سنه ده؟ بقى مش قادر يجري. يعني انا قاعد كده ببص، في لاعب البدني بتاعه واقع قوي، لكن هو عنده رؤيه فنيه عاليه جدا. ده كام سنه ده يا ابو الكباتن؟ 37 سنه؟ ايه ده 37 سنه؟ 37 سنه، عشان كده مش قادر يجري. يعني افضل لاعب عندك 37 سنه. لك الله يا مصر في الكره المصريه وفي كل شيء. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك. شكرا.